السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد الفيديو عامر مدكس مفاجآت جديد، انتقالات هيتشكوكية، اخبار واخر مستجدات، وكما العادة كلشي غادي يكون بالمختصر مفيد. لذلك بدون اي اطالة يلا نبداو على بركة الله. اغرس ونبداو مع عالم افريقيا اللي تعيش نهار تسمع اخبار. فبعد ما نائبة وزير الرياضة لجنوب افريقيا طلعت بالصوت والصورة واكدت بفمها باللي المغرب انسحب من تنظيم كاس افريقيا للسيدات، وباللي جنوب افريقيا اللي غادي تنظمها، والخبر تبارطاج على نطاق واسع، وفرحنا باللي هذا ردة فعل قوية جدا من الجامعة، والقادم غادي يكون اقوى ومازال كنتفاجئوا من موراها وزير الرياضة الجنوب افريقي شخصيا في هذاك الشيء اللي كانت قالته النائبة ديالو. قال لك لحد الان لم يتم اتخاذ اي قرار رسمي بشان نقل البطولة الى جنوب افريقيا، والمغرب حتى الان هو المستضيف لبطولة كاس افريقيا للسيدات. هذا راه بيان رسمي صادر من وزارة الرياضة لجنوب افريقيا، شي كيشرق وشي كيغرب. ولكن مشكلة حتى الجامعة اللي غير البارح فاش هضرنا على جديد مستقبل الكراكي وليد ذكرنا بلي جامعة زيرو تواصل، ما توصلوش نهائيا مع الجمهور لا في جديد مستقبل المدرب وليد الكراكي باش يحطونا في الصورة، ولا في العقوبات ديال كاف واش غادي يديروا الطعن او لا، ولا حتى في هذا الشيء اللي واقع دابا بخصوص تنظيم كاس افريقيا. للاسف الا بغيتي شي معلومه سير قلب عليها في الصحافه العالميه، ولا سايل الاتحادات الاخرين يجيبوا لك الخبر. راه هكاك علاش كتكثر الاشاعات والمغالطات، بحال مثلا في الساعات القليله الماضيه كنسمعوا بلي غتكون تغييرات محتمله في طاقم مدرب وليد الكراكي. هذه كلها غير اشاعات وما منها والو. المهم بعد هاد اللغط كامل اتضحت لنا الصوره نسبيا، كما كنقولوا ما كاينش دخان بدون نار، بمعنى لا خلى نائبه وزير الرياضه تخرج وتقول بلي المغرب انسحب من تنظيم كاس افريقيا للسيدات، فهنا غير خانت التعبير او تسرعت، لان المغرب لم يتراجع بل طالب التاجيل، والسبب يعود للضغط الذي تعرفه اجنده الاحداث الكرويه اللي غادي تستضيفها المغرب، وايضا ضروره اتمام بطوله الاحترافيه في الوقت المحدد. لهذا المغرب طلب التاجيل، وكيبقى القرار بيد الكاف واش غادي يقبلوا او لا ما قبلوش ديك الساعه جنوب افريقيا هي اللي غادي تنظم بطوله. وهذه هي القصه باختصار، طبعا في انتظار بلاغ رسمي توضيحي من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. حكيم زياش البارح ضرب واحد ستوري وقال لك اهلا بكم في افريقيا، عندما تعطي بطاقه صفراء ثانيه لحارس المرمى ثم تتصرف بانك اعطيتها للمدافع. واضح جدا ان زياش طالع عليه الدم ديال بصح من التحكيم ديال هذا القرار الكحله بعد مباراه الوداد البارح، وهذا الشيء راه مازال ما شافوا والو. بالنسبه لنا هذا اصبح واقع متكرر تم تطبيعه مع الزمن، راه اللي ماشي طبيعي عندنا هو التحكيم يكون مقاد وعادي. يوسف انصاري وحسب الصحفي الايطالي فابريزو رومانو فجر مفاجاه من العيار الثقيل، قال لك بلي الاتحاد السعودي يجري مفاوضات لضم المغربي من نادي فنرباخشة، وباللي المفاوضات جاريه مع انصاري حاليا. وركزوا لي على هذه الجمله مزيان ديال المفاوضات متقدمه، بمعنى اخر انصاري عطى الموافقه وما عنده حتى شي مانع للانتقال للدوري السعودي، لانه لو كان رافض فكره الخليج فما غاديش تكون المفاوضات من الاساس. وهذا غادي يرجعنا فلاش باك تحديدا مع رفضه عرض نادي اليوفي الايطالي. هنا اوتوماتيكا غادي تفهم باللي الرفض ديالو ما كانش رياضي بقدر ما كان في الغالب ما عجبوش الراتب. هذا هو التفسير الوحيد ديال تقبل الاتحاد السعودي على اليوفي الايطالي. وحتى بعض المصادر هضروا لك على الراتب اللي غادي يتقاضاه انصاري في حال اكتمال الصفقه. طبعا قال لك الاتحاد السعودي عرض على انصاري عقد مدته عام ونصف بقيمه 8 مليون يورو في العام بالاضافه الى الحوافز. عموما كما قال فابريزو رومانو حد الان حنا في مرحله المفاوضات، ولكن اتمام الصفقه عاوتاني راهين بمغادره كريم بنزيما. لهذا الاخر قال لك باغي ينتقل لنادي الهلال السعودي. دابا انا عطيتكم غير التفاصيل بالمختصر مفيد، لانه دابا الشيء اللي غادي تسمعوا فيه تقلبات غير متوقعه. لا بنزيما ولا نصيري ممكن تكمل الصفقات ديالهم، علاش؟ لان البرتغالي كريستيانو رونالدو ديالهم ديك اللعيبه ديال يلعب يا حرام، بمعنى رونالدو قال لك طالع عليه الدم وما غاديش يلعب مباراه الرياض، وفعلا ما لعباش اليوم. والسبب هو حسب بلي نادي النصر ما حصلش على الدعم المالي الكافي لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات مقارنه بالاتحاد الهلال والاهلي. وحتى فابريز رومانو اكد بلي رونالدو ما غاديش يشارك في الماتش ديال اليوم وداك الشيء اللي كان، وبلي الغياب ديالو ليس بسبب اي مشكله بدنيه او ضغط المباريات او اداره لياقته البدنيه او ما شابه ذلك، بل قرار شخصي لاسباب اللي كنا ذكرناها، اي الضغط على وزاره الرياضه في المملكه العربيه السعوديه. وهذا الاسياء ديال رونالدو على صندوق الاستثمارات كيبان بلي جاب النتيجه ديالو، واللي بطريقه غير مباشره غتاثر على انتقال نصاري لنادي الاتحاد. بمعنى رونالدو بعد ما قاطع لك مباراه اليوم اللي كانت كونتر الرياض، خرجت من مورا اخبار كتقول بلي صفقه بنزيما لحدود هذه اللحظه توقفات بسبب تدخل وضغط كريستيانو رونالدو، وهذا اوتوماتيكا غادي ياثر كذلك على انتقال نصاري اللي حتى هو مازال ما وقعش على العقد، لان انتقال نصاري للاتحاد مرهون بانتقال بنزيما كريم للهلال. بالمختصر المفيد رونالدو ما عجبوش الحال فاش شاف النوادي الاخرى كدير انتدابات قويه والفريق ديالو النصر ما واخدش حقه الكامل من طورطه، لهذا قال لهم يلعب يا حرام. على اي انسان نرى هذا الفيلم فين غادي يوصل بينا. المهم الاحداث تتسارع بحيث غير دابا خرجت اخبار عاوتاني كتقول بلي صافي تمت الموافقه على انتقال نصيري الى الاتحاد السعودي في انتظار طبعا الاعلان الرسمي عن الصفقه. بين رونالدو في الاخير رد عليهم. عثمان معمى بعد ما موقف ميركاتو
البارح قالوا باللي نادي ليل الفرنسي مهتم باللاعب وكان هناك تواصل الى اخره. اليوم مع نفس المصدر قالوا ماشي غير النادي ليل اللي كاين في الصوره، بل دخل نادي نوط الفرنسي كذلك للمنافسه على ضم المغربي عثمان. وحسب المصادر ديالهم قال لك باللي مفاوضات بدات بين الناديين، علما ان مدرب نوط هو المغربي احمد القنطاري اللي معجب جدا باللاعب عثمان معمر. المهم من مراد الاخبار خرج نفس المصدر وقال باللي نادي واتفورد رفض عروض ليل ونوط، واكدوا باللي معمر غادي يكمل الموسم القادم مع نادي واتفورد الانجليزي. وبذلك الحمد لله التوقع ديالنا طلع صحيح بنسبه 100%. البارح في تحليلنا لوضعيه عثمان قلنا باللي معمر ذكي جدا وغالبا ما غاديش يهرس الاستمراريه ديالو اللي كان بناها هذا الموسم مع نادي واتفورد، وهذا الشيء بنينا على انه ما يمكنش ياخذ ريسك باش ينتقل لدوري جديد وفريق جديد والمونديال ما باقي ليه والو. الافضل يلعب على المضمون وداك الشيء اللي دار. وللاشاره حتى نادي موناكو كان مهتم باللاعب، بل اكثر من ذلك نادي روما الايطالي تقدم بعرض رسمي ديال اعاره معمر مقابل مليون يورو مع خيار الشراء ب 14 مليون يورو، وتم رفض هذا العرض ايضا. اذا معمر حسب رايي اختار باللي يلعب على المضمون والهدف ديالو هو كاس العالم، ومن مور المونديال غادي يكون عنده الوقت الكافي فين يدرس العروض على خاطره. كذلك الامر كينطبق على نادي واتفورد الانجليزي. اما خيار الانتقال دابا في هذا الوقت بالذات فهو ريسك للاعب. ندوزو دابا للانتقال الصادم ديال اللاعب سفيان الكرواني اللي في الساعات القليله الماضيه كنا كنسمعوا باللي نادي مارسيليا مهتمين به والاهتمام كان جدي بل وقريب جدا من الانتقال اليه، وحتى كنتفاجئوا على غفله بدون مقدمه الكرواني الى القادسيه السعودي، ماشي حتى الهلال الاتحاد الاهلي النصر، القادسيه فهم تسطح. موقف وتمركاتو قال لك باللي لاعب صافي وقع عقد مع نادي القادسيه السعودي، غير هو غادي يلتحق بالفريق حتى الموسم المقبل، اي غادي يكمل دابا هذا الموسم اللي باقي لي مع نادي اوتريخت على ان يلتحق بالقادسيه ابتداء من الموسم القادم. على اين هذا كيبقى اختيار ديال الكرواني سفيان وهو حر فيه. قطعا واكيد قولا واحدا اختياره للقادسيه وللدوري السعودي فقط من اجل الراتب، علما ان الكرواني عنده دابا 25 سنه فقط. وحد الان اللي كندير في هذا الفيديو راه مازال ما كاينش اعلان رسمي، فقط هي مصادر من موقع فوت ميركاتو. ايضا جواد لياميق انتقل لك لنادي ريال ساراغوسا الاسباني، ما غاديش يلعب معاهم بزاف، فقط غيكمل معاهم ما تبقى من هذا الموسم. وحسب الموقع الرسمي لنادي ساراغوسا قال لك بلي تم الاتفاق على كل شيء، خاص غير يجتاز الفحص الطبي ويمضي على العقد. بالنسبه لاصابه بيلينغهام اللي عنده على مستوى عضله الساق الخلفيه فغادي تخليه يغيب لقرابه شهر كامل، وانا ضد الكلام ديال هذه فرصه لبرام دياز فين يبين وينقد على الرسميه ديالو الى اخره. داكشي غير هضره خاويه ويا ما تقالش. الحل الوحيد عند الدولي المغربي برام دياز هو الانتقال، غير ذلك فراه غادي يبقى في نفس الوضعيه ديالو في النادي الملكي، اي كلاعب احتياطي ثانوي فقط. اصلا هو ما كيعاونش راسو، عاد غادي يجي شي واحد يعاونه. انا كنهضر مثلا على ديك اللقطه اللي تكلمنا عليها البارح اللي كان راسو راس الكور، على ما يماركي ويربح نقاط كيخدم لك على مبابي وفيني. راه الفرق الكبيره بحال ريال مدريد لما كانتيش خصيم راه ما كاين والو، خاصه وبالخصوص مع هذا الجيل اللي كاين في ريال مدريد، كلشي ما كاين غير راسي يا راسي. هذا العتاب راه غير عتاب محبه لبرام دياز، وفي الاخر هو اللي كيعرف مصلحته فين كاين. شادي رياض كما عارفين الحمد لله الماتش الاخير رجع على رسميه مع نادي كريستال بالاس، ومن بعد الماتش المدرب ديالو اوليفر غلاسنر خرج بواحد التصريح اللي غادي نقرا عليكم بالحرف. لم يكن الامر مجرد سنه واحده بل ما يقارب سنه ونصف من الغياب، ومع ذلك كان دائما ايجابيا ويعمل بجد كبير. انا شخصيا تعرضت لتمزق في رباط صليبي، وعاده ما تحتاج نفس المده لتعود الى افضل مستوياتك، لكنني واثق ان شادي سيصل الى ذلك في وقت اقصر. لقد قدم اداء جيدا في بعض اللحظات، ومن الجيد حقا ان نراه مجددا معنا. كما سمعتوا كلام جميل جدا في حق شادي رياض، وهذا ما كان. والى هنا غادي نقول لكم الصافي، وصلنا للختام، وخير كلام ما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.